القدس تيفي، عيش الخبر أينما كنت. بين البيوت الصامدة بأهلها وحجارتها في منطقة تل إرميد يقع بيت لعائلة العزة يعتليه تجمع للمستوطنين من الموقع الاستيطاني المسمى رمات يشاي. بيت تقطنه عائلة مكونة من 7 أفراد يبتعد مسافة خطوات صغيرة عن مسكن يقيم فيه اليمني المتطرف باروخ مارزل، ويظل الصمود فيه نوعا من الانتصار. هذا البيت مكون من عائلتين، في كمان 3-4 عائلات موجودين هناك. المستوطنين الموجودين هون بيشتغلوا يوميا بموجة اعتداءات موجهة برمي زجاجات فارغة، رمي حجار، رمي قاذورات، اعتداء على الأطفال وهم رايحين من المدرسة وراجعين من المدرسة، اعتداء على الآباء. الجيش بالليل بيجي على البيوت بفتشها، بذل العائلات عشان يعملوا الوضع هون مستحيل للعيش للعائلات الفلسطينية. هون بسكن من يعني أكثر المستوطنين تطرفا في الضفة الغربية باروخ مارزل، هو مشهور بتطرفه، هو صديق باروخ غولدشتاين اللي قتل المسلمين داخل مجزرة الحرم الإبراهيمي. يعني احنا بنحكي عن وجود استيطاني سرطاني في قلب هاي المنطقة، موجه باتجاه السكان الفلسطينيين الأصليين لطردهم من بيوتهم وتهجيرهم. أم يوسف تعاني يوميا من ممارسات ومضايقات المستوطنين، وتحفظ في رزنامة حياتها الكثير من الاعتداءات التي يقودها المتطرف مارزيل وينفذها مستوطنيه، ما دفعها لأخذ الحيطة والحذر مجرد التفكير للخروج من المنزل. هذه المضايقات يوميا احنا على اولادي وعلى بيتنا وعلى كل المنطقة، المضايقات علينا. بالنسبة لأكثر حادث صار معي أنا 3 حوادث. ابني يوسف عمره كان 11 سنة، مستوطنة طبعا ضايقته وكانت حطت في تمه حجر، وكانت هدفها كانت بدها تموته لو ما في جنود من أهل المنطقة، وبالعافية لمنها تركته. والحادثة الثانية بنتي سندس عمرها 16 سنة 17 سنة، ومع ابني أحمد كان مستوطن في شوفير لطلاب مدارس للأولاد المستوطنين، كانوا بده يدعسهم. الاعتداءات التي لا تنقطع من قبل نزلاء رمات يشاي تأتي على مرأى جنود الاحتلال الذين يأخذون من منزل قريب لمنزل العزة نقطة للحراسة، ويشتركون أحيانا في تنفيذ الاعتداء. أن تعيش تحت الظلم وتصبر على ذلك فهذا إنجاز، ولكن أن تعيش بالقرب من أكثر الناس تطرفا وظلما فهذا بحد ذاته انتصار تسجله أم يوسف العزة في وجه المستوطنين في منطقة تل إرميد بالخليل. لتلفزيون القدس، محمد العدم، الخليل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.